بعض الناس يزاول البدع في الحج، أنه يذهب إلى الآثار اللي يسمونها الآثار يتبرك بها، يذهب إلى جبل الرحمة في عرفات يتبرك به، ويظن أن الوقوف بعرفة هو الذهاب للجبل والتبرك به، يتزاحمون عليه ويتمرغون على ترابه ويقبلون الصخرات، يطوفون بالعمود اللي فوق الجبل. هذا شرك بالله عز وجل، هذا شرك بالله عز وجل، طلب للبركة والأجر من غير الله عز وجل. الذهاب إلى الجبل باعتقاد أنه عبادة بدعة، فكيف إذا ذهب إليه ليتبرك وليتمسح بالصخر وليطلب البركة ويكتب أوراق ويضعها في الصخرات وفي النقوب؟ يا سبحان الله، كيف يعني الشيطان يلعب ببني آدم إلى هذا الحد؟ الله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله، لا لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يقدرون الآية ولا يفهمونها أو ما يريدون الفهم. لله، يروح للجبل عرفة وينحب ويصيح وهو جاي يحج لله عز وجل. وين الحج لله؟ هذا حج للشرك، ما هو لله عز وجل. بعضهم يذهب إلى جبل حراء، الجبل الصعب الطويل، ويمضي وقتا طويلا بالصعود، ويكلف الكبار والعجزة والمرضى، يروح بهم معها والداه أو من معه من المرضى والضعاف والأطفال، ويروح يصعد بهم جبل مرتفع شاق. ما أمرك الله بهذا، أنت تحمل نفسك بدعة وشر ولا لك أجر في هذا، بل أنت آثم بهذا. وليس هذا لا من الحج ولا من العمرة ولا من العمل الصالح. ذهابك إلى جبل حراء، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى جبل حراء بعد البعثة أبدا، إنما كان يذهب إليه قبل البعثة، يوم كان الناس على الشرك، يخلو بربه ويبعد عنهم وعن عبادة الأصنام. هذا قصده عليه الصلاة والسلام، وهم قصده إن غار حراء أو جبل النور إنه مقدس أو أن الذهاب له فيه أجر، لا، إنما كان يذهب إليه لحاجة وانتهت الحاجة. كما ذهب إلى غار ثور اختفاء عن المشركين لما أراد الهجرة، ما ذهب إلى غار ثور للبركة إن له خاصية، وإنما ذهب إليه للحاجة، لأجل أن يختفي فيه عن المشركين وعن الأعداء. فلما انتهت الحاجة ما صار يذهب إلى هذه الجبال، وهؤلاء المستمرون على الذهاب للجبال. سبحان الله. وربما يكون الحجاج معتمرين ويضيعون وقتهم ودراهمهم في الذهاب إلى هذه الأماكن، ولو جلسوا في المسجد الحرام يصلون ويقرؤون القرآن ويذكرون الله ويطوفون، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة فيما سواه، أيها الذهاب إلى هذه الأماكن التي لم يشرع الله الذهاب إليها، بل الذهاب إليها محرم وبدعة. فيجب على الحجاج وفقهم الله أن يتنبهوا لهذه الأمور، ولا يغتروا بمن يفعل هذا من الجهلة أو المشعوذين أو الضالين، أو يغتروا بما يكتب في بعض المناسك أو بعض الكتب من الحث إلى الذهاب إلى هذه الأماكن. عليهم منهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يؤدوا الحج كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. كيف نأخذ عن الرسول مناسكنا وهو ميت عليه الصلاة والسلام؟ نأخذها من سنته، من الأحاديث الصحيحة التي وصفت لنا كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة ذكروا خطواته من مشى من المدينة إلى أن رجع إلى المدينة، ذكروا خطواته صلى الله عليه وسلم حتى في طريقه إلى المدينة ورجوعه إليها، المنازل التي نزلها، لا لأجل أن يتبرك بها، ولكن هذا من الدقة في الرواية ومتابعة تاريخ وسير الرسول صلى الله عليه وسلم. هو بعبادة هذا،
ولما جاء مكة وأخذ في المناسك كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم يروون عنه وين وقف في عرفة، وماذا قال وهو واقف في عرفة: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. متى انصرف من عرفة؟ وين ذهب بعد الانصراف من عرفة؟ إلى مزدلفة. كيف فعل في مزدلفة؟ صلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم بات صلى الله عليه وسلم إلى أن طلع الفجر، وصلى الفجر في أول وقتها، ثم وقف يدعو عليه الصلاة والسلام، ثم انصرف إلى منى، وأول شيء بدأ به رمي جمرة العقبة، ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم، ثم حلق رأسه، ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة عليه الصلاة والسلام. رووا لنا حجه صلى الله عليه وسلم خطوة لأجل أن، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خذوا عني مناسككم، يعني خذوها مني حيا بمشاهدتي والسير معي، وخذوها مني ميتا بأحاديثي الصحيحة الثابتة التي رواها أصحابي. فكأنه بيننا صلى الله عليه وسلم، كأنه يحج معنا كل سنة، لأن الأحاديث التي وصفت حجه وعمرته صلى الله عليه وسلم موجودة ولله الحمد، ومضبوطة ومتقنة ومحفوظة ومشروحة وموضحة. لكن أين من يريد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنما يقلد بعضهم بعضا، وإذا قيل لهم سنة الرسول كذا قالوا لا، لكن فلان يقول كذا. يقول له سنة الرسول وهو يقول لا، فلان يفعل كذا، فلان يقول كذا. سبحان الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فعلى الحجاج أن يخلوا حجهم وعمرتهم من الذنوب والمعاصي، وأعظمها الشرك والبدع وسائر المعاصي،